رؤية غسل الصحون أو غسل المواعين. أنا طول النهار بغسل مواعين في المطبخ، أنام بالليل ألاقي نفسي بغسل المواعين. إيه الموضوع ده؟ أو أحلم إن المطبخ مكركب مواعين. طبعا بعيدا عن إن هو ممكن يكون حديث نفس وفعلا تكوني نايمة مهمومة بده، ولكن بتيجي في الرؤى، وبتيجي في الرؤى المهمة جدا، خصوصا الأشخاص اللي عندهم أمراض روحانية. الرؤية دي بتتشاف للناس وتقولي لي أيوة، اللي بتبدأ في الرقية، اللي بتبدأ تعمل الرقية تحلم إنها بتغسل إيه؟ الصحون. مبدئيا كده الصحون لها كذا تفسير. أولا هي بتقع على سيدات المنزل لأنها يعتبر من الزجاج، يعتبر من القوارير يعني. تاني حاجة إن الصحون أحيانا تساوي تحصينات، حصون. فكل ما انضف في المواعين اكتر واكتر، كل ما اغسل صحون اكتر، معناها اني محصنه نفسي اكتر واكتر، بعمل رقيه مهمه وقويه جدا. كل ما شفت انا ما عنديش الاطباق دي، الاطباق بيضه حلوه قوي كده، ليه؟ معناها ان رقيتك حلوه جدا، معناها شفاء لجسمك الداخلي من بعض الامراض الروحانيه. الناس اللي عندها تعطيلات او عندها تفريق او عندها اسحار تقول لي فعلا ده انا ياما شفت المواعين ماليه المطبخ، ده انا الرؤيه دي اتكررت عليا كتير جدا، ده يا استاذه نهال انا كنت بحلم ان عليها براز حتى اعزكم الله حيوانات، ده انا كنت خلاص تعبت من الرؤى دي. فعلا لانها رؤى بتدل على الاصابات الروحانيه رقم 1. رقم 2 بتدل بقى مبدأ اعمل الرقيه بتاعتي على التنظيف والتطهير لجسمي الداخلي. رقم 3 ممكن تدل على حدوث المشاكل، بمعنى اصح غسيل الصحون في المنام، زوال المشاكل اللي في البيت ده. مثلا واحده متخانقه مع اختها وتحلم ان اختها في المنام واقفه بتغسل لها تغسل عندي انا الصحون بتاعت بيتي، معناها ان المشكله اللي بينك وبينها بتروح، وان شاء الله تلاقيها بتكلمك وبتصالحك. يبقى غسيل الصحون في المنام ممتاز جدا. احسن حاجه تحصل ان يخلص الحوض تماما وينضف وتتشال من فيه المواعين. ابشري هنا او ابشر لو شفت الرؤيه دي، معناها شفاء لمن راى هذا المنام. الرؤيه دي احيانا تدل على الهموم في حاله واحده، لو انا عارفه ان انا ما بخلصش المواعين دي خالص، ده بخلص الاطباق وبعارفه ان لسه في اطباق كتيره جدا جدا. وممكن كمان يكون الرائي او الرائيه اللي واقفه تغسل الصحون في المنام لابس ملابس غير جيد تأويلها، او يبدو عليه الحزن او بيبكي بكاء مستميت جدا جدا. هنا بيكون دلالة ان الرائي ده حزين، والله تعالى اعلى واعلم.